في اللحظه اللي بتكتشف فيها نمطك قدامك حل من الاثنين، يا تكمل الدور يا تطلع من المسرحيه ديت. دلوقتي وبدون تجميل انت اكتشفت غالبا ان انت بتتحرك بدافع اعجاب الناس مش بدافع التغيير الحقيقي. بس الوعي مش كفايه، الخطوه الجايه مهمه اللي هي اعاده برمجه السلوك اللي هي البيهيفيرال ريوايرنج. المفهوم ده جاي من علم الاعصاب السلوك، وده معناه ان احنا ممكن نعيد تشكيل انماط تصرفاتنا عن طريق تكرار سلوك معين بيخدم النيه الداخليه مش الشكل الخارجي. خطه التغيير اللي هنعملها ديت مبنيه على 3 مراحل من علم نفس السلوك والتطوير الذاتي. الاولانيه باترن ريكوجنيشن اللي هي الوعي بالنمط، والهدف بتاعها ادراك السلوك التلقائي. انتربشن كسر التكرار، والهدف بتاعها كسر الاستجابه القديمه. والمرحله الثالثه انتشنال ريدايركشن اللي هي بناء نمط جديد، والهدف بتاعها بناء عاده داخليه. دلوقتي هنبدا مرحله تحطيم الحلقه اللي انت داخل فيها، وهنا يجي دور اقوى برومت هنجربه في السلسله دي كلها. البرومت ده معمول باسلوب اسمه انترابتيف سيلف توك، وده من ادوات العلاج المعرفي السلوكي السي بي تي، وهدفه انه يوقفك في لحظه التكرار ويكسر السلوك اللي بيتكرر تلقائي. البرومت: Whenever I find myself acting for the sake of appearance, I will pause and ask myself, what am I trying to prove? To whom? And why does their opinion matter more than my growth? اول 3 اسئله دول بيشتغلوا بنظام البوز. اساله تقول له بتحاول تثبت ايه؟ لمين؟ وليه رايهم اهم من تطورك؟ بعدين هتكتب له تقول له this time I choose growth over performance. وليه اخر جمله ديت بتبرمج بيها العقل على اختيار النمو مش التمثيل. بعد ما تكسر الحلقه دي بقى يا سيدي هتبدا تبني حاجه جديده، ودي مش هتحصل من اول يوم، لكن مع كل مره بتكتب بتبدا تبرمج عقلك تاني. والبرومت اللي جاي ده من نوع identity based habit reprogramming، والهدف منه انك تفك ارتباطك بالمشاركه كوسيله للاستعراض، وتبدا تشوف كل بوست بتنزله او بتشاركه كمرايه لرحلتك مش كعرض مسرحي. الناس اللي بتحاول تتغير دايما بتقع في دوامه السؤال ده: اشارك التغيير ده ولا هيبان ان انا بمثل؟ طب لو حد قال لي ان انا ببالغ، طب انا فعلا اتغيرت ولا بضحك على نفسي؟ والبرومت اللي جاي ده بقى هيقفل لك الثغره دي. البرومت ده بقى هيمشي ازاي؟ Every time I share something, I will reflect on what internal transformation lead to this. How does this reflect who I am becoming? في اللحظة دي أنت محتاج ترجع أسأل نفسي سؤالين مهمين جدا قبل ما تشارك أي حاجة. التغيير الداخلي اللي وصلني ده للنقطة دي كان إيه؟ المشاركة دي بتقول للناس أنا بقيت مين؟ كده التغيير من زاوية النظر من بره لجوه، والإعجاب للتكامل. بعدين هتكتب جملة تانية: and I will write I don't post to impress, I post to express who I am evolving in. أنا مش بنزل عشان أبهر الناس، أنا بنزل علشان أعبر عن الشخصية اللي أنا بتكون بيها. الجملة ديت identity declaration، حاجة توضيح للهوية بتاعتك تمشي إزاي، بتربط بين المحتوى والشخصية وبتكسر الفاليديشن لوب. دلوقتي أنا بكتب بوست، قبل ما أعمل نشر وأنشر الموضوع ده هاخد نفس وأسأل نفسي سؤالين: هل البوست ده بيعبر عن اللي أنا بقيت عليه، ولا علشان اسمع جمله الله انت جامد؟ يعني التغيير الحقيقي مش من بره، لازم يبدا من جوه. ومن هنا الرحله مش هتبقى سهله بس هتبقى حقيقيه، والناس ممكن تفتكرك ساكت بس انت بتبني جواك حاجه، وهتبان قريب ان شاء الله لما تبقى انت فعلا اتغيرت. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والفولو والشير لعلنا نستفيد. سلام.